تخيل أب يحبس بنته في بيت مهجور من غير أكل ولا شرب ورابطها بجنزير، وكل ده علشان طليقته ما تعرفش تاخد البنت منه. دي مش بس أحداث الحلقة الستاشر من مسلسل ساعته وتاريخه اللي باسم فيرست ديت، دي قصة حقيقية حصلت في الدقهلية. وبعد عرض المسلسل الحلقة دي قلبت السوشيال ميديا، وبدأت الناس تسأل عن القصة الحقيقية اللي ورا الحلقة دي، وهل فعلا في أب حبس بنته بالشكل ده؟ تعال أحكي لكم القصة الحقيقية. باباك عمل معاك ايه؟ كان هو رابطني. قلتك ليه؟ رابطني عشان بمشي. في 28 أكتوبر سنة 2024 في قرية كوم النور التابعة لمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية تم اكتشاف الجريمة دي. في البداية كان الأهالي بيسمعوا أصوات غريبة طالعة من بيت مهجور. في الأول افتكروا إن البيت مسكون وإن الأصوات دي أصوات أشباح ساكنة البيت ده، ولكن لما الأصوات بدأت تعلى وتزيد وبقت بتتكرر كل يوم، ولما ركزوا لقوا زي صوت أنين طفلة، وقرروا إنهم يتجمعوا ويروحوا يشوفوا إيه حكاية البيت ده وفي إيه جواه. وبعد ما دخلوا البيت من على السطوح اكتشفوا المفاجأة، اكتشفوا إن في طفلة عمرها 14 سنة